بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم نوع مختلف من السلطه، سلطه او مقبلات. انتوا عارفين الفتره اللي جايه رمضان والمقبلات والمخللات والحاجات اللي هي جنب بتبقى، والسلطات اللي جنب الفطار بتبقى حلوه قوي، انك تعمليها وتنوعي فيها كمان. دي المكونات اللي هتتحط على الخرشوف اللي انا عامله. عبارة عن خرشوف خلطة كده سرية انا بعملها بتتحط عليه. بتبقى هي عبارة عادي يعني، ولا سرية ولا حاجة، هي عبارة عن زي لما بتعملي الخلطة بتاعت البتنجان المخلل، بس اللي هي التكة اللي فيها بتبقى كمون. ممكن تحطي كمون كمان على البتنجان المخلل، بس بتبقى مش قوي زي لما بتعمليها في الخرشوف. هنا فلفل احمر شطة مطحون مدقوق، كام فص ثوم. ممكن تحطي بدل الفلفل فلفل اخضر عادي يعني، مش هتفرق. او ممكن فلفل رومي لو عايزه، مش عايزاه حامي. ملح وكمون وخل، وممكن بقى في الاخر تحطي زيت. دي المكونات اللي هتعمليها، هتدقيها بالهون او تحطيها في الكبه. نيجي بقى ايه للخرشوف. الخرشوف هنا انا سلقته عادي بحلو كده، وبعد كده رحت مقطعه نصين، وشلت بالمعلقه دي كده، الشوك اللي بيبقى موجود فيه من جوه، عشان احط بداله كله كده، وبين الفراغات بتاعته الخلطه اللي انا عاملها. يلا بينا بقى نشوف هتتعمل الخلطه ازاي. انا هحطها في الكبه او هدقها، وهتشوفوا شكلها عامل ازاي في الاخر. الخرشوف في السلطه اللي انا عملتها اهي. بعد ما خلصت بتعملي كل الفراغات اللي موجوده في الخرشوف، وبتسيبيه حوالي ساعه او ساعتين قبل الفطار مثلا، او قبل الغدا. ياخد من الخلطه ويبقى طعمه حلو. كل ما بيقعد كل ما يعني بيبقى احلى يعني. ده شكله اهو، وطعم حكايه بصراحه يعني. وبعد كده ممكن يعني ساعات ممكن تحطي عليه زيت، تحطي كده زيت، بيبقى جميل قوي. وسلطه حلوه، مقبلات جنب الاكل اهو شكله اهو، وطعمه جميل قوي. وبألف هنا وألف شكر ليكم جميعا.